الأمن المائي يحمل مخاطر تصل إلى حد التهديد الوجودي. الكلام ده يا جماعة والنصيحة دي النهاردة أسدى بيها حلوة أسدى دي أسدى بيها لنا الأستاذ بلحة ابن الست مليكة تحتني، ابن مدام مليكة تحتاني، ينعي ولده ويصلح ساعات. أمي بتقول لكم شوية سكر. يا أستاذ بلحة ابن مليكة تحتاني، هل أنت ما كنتش عارف يا أخويا وأنت ماسك إيدك مشبكها كده في إيد بتاع أثيوبيا وإيد بتاع السودان إن ده تهديد، تحمل تهديد وجودي يا أخويا؟ طب لو أنت عملت كده عن جهل، يعني ده مش يخليك في منصب، يعني في موقف تساءل فيه قانونيا عن الدولة اللي أنت ضيعتها، ال 120 مليون اللي أنت ضيعتهم، جهلتهم، ضيعت نيلهم، هربت أثرهم، بعت بلادهم لوكش مدن ومحافظات. ده انا اول مره اشوفها في التاريخ ده. احنا مش هندخل التاريخ من اطيز ابوابه، يعني احنا كمصريين هندخل التاريخ من اطيز حته فيه. على ايدك يا ابن العاهره الداعره اللي نط عليها كل سكان القاهره. انا عايز اعرف حاجه، وانت بتمضي الاتفاقيه، اتفاقيه مارس، فاكرها؟ علشان يقابلوك ويقولوا رئيس جمهورية مصر العربية على حتة قرد منقلب جاسوس ابن حرام، متدرب على ايد السي اي اي وعلى ايد الموساد. ما كنتش عارف ان ده تهديد وجودي؟ يعني وانت كنت بتمضي كده او وانت بتدرس زي ما قلت لنا، وانا بدرس 50 سنة ايه معنى الدولة، انتوا فاكرين ان انا كده يعني all of a sudden out of the blue؟ لا، بروح امكم. انا بقالي 50 سنة بدرس يعني ايه دولة. امال لو ما كنتش بقص امك بتدرس بقالك 50 سنة يعني ايه دولة، كنت عملت فينا ايه؟ كنت خدتنا على فين؟ كنت وصلتنا على فين؟ لما انت دلوقتي بعد ما خربت دين امها وبتشربنا مجاري يا ابن الاحبة، جاي تقول لنا اصل ده تهديد وجودي. مين اللي عمل التهديد الوجودي؟ انت. مين اللي مضى على اتفاقية المبادئ؟ انت. ومسرح لجانك طبعا يقول لك محمد مرسي ومحمد كرسي والاخوان والبدنجان والتعريس المقلي اللي انت كل يوم عمال تاكله للشعب المعرس ده. صح يا اخويا؟ صح يا حبيبي. لكن المشكلة ان في العالم بتاع السوشيال ميديا زي ما انت قلت كده، جمال عبد الناصر ابن عمك، ما هو ده ابن عمه يا جمال. لا يا جماعة، جمال عبد الناصر يا جماعة ما هم من بتوع الدنمة. خلاص هبقى احكي لكم الحكايه دي بعدين. اللي فيكم صحي معايا من الاول عارف دول منين وعارف ده منين وعارف ايه قربته المشي ديان وعارف كل حاجه. بص يا حبيبي، وانت بتمضي اتفاقيه المبادئ انت عارف انت بتعمل ايه، وانت بتسلمهم الجزيرتين عارف انت بتعمل ايه تحديدا، وانت بتبيع المدن كلها للامارات انت عارف ان هم هيبصوا لاخوالك.